تفتكروا فعلا ان العميل دايما على حق؟ السؤال ده كان في بداية شغلي بواجهه. العميل اللي بيشتكي ده، هي شكوته دي في محلها ولا مش في محلها؟ هو انا اللي عندي مشكلة ولا العميل ده مش عاجبه العجب زي ما بيقولوا؟ كان جالي كلاينت في مرة من المرات قال لي انت مقدم لي سيرفيس مليانة فيتشرز ومليانة سيرفيس اليمنتس اكتر من اللي انا محتاج له، فرفعت عليا الكوست. لما بدأت أفكر، ده أنا كنت مديلك حاجة up to the level، عامل لك حاجة المفروض إن هي أي حد محتاج السيرفيس دي يلاقي إن عملت لك أكتر من اللي أنت محتاج له، واكتشفت إن اللي أكتر من اللي هو محتاج له ده دي غلطتي أنا. فالعميل كان في الحالة دي على حق. بس اتعلمنا إن في حاجة اسمها الفويس اوف كاستمر. أي شركة بتفكر في ان هي يبقى عندها الابروتش بتاع شغلها والدرايفر الرئيسي عندها الكاستمر سنتريك ابروتش، بتقدر تطمن ان هي مش هتدي العميل حاجه هو مش محتاجها. بتقدر تطمن ان هي هتحافظ على الساتسفاكشن بتاع العميل بانها تديليفر الفاليو اللي من وجهه نظر العميل. بتقدر تطمن انها تبيلد اللويالتي، لان العميل مش هيحس انك عايز تبيع له سيرفيس، مش هيحس انك عايز تحط عليه additional cost وخلاص، لا، انت بتديله الفاليو اللي هو محتاجها. عشان كده دايما لازم تفكر، هو انا ماشي within track مع الاكسبكتيشن بتاعت الكاستمر بتاعي ولا لا؟ مهمة جدا ان انت تبقى customer centric supply chain، دايما عينك على العميل.